منتظرين ايه؟ يلا بينا بسرعة بدون تفكير نشاهد أول فلوج لأول يوم في المصيف. وأولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم حبايب قلبي الأعزاء. يسعدني ويشرفني اشتراككم ودعمكم لنا في القناة ليصلكم كل ما هو جديد فضلا وليس أمرا. أذكركم بأن عندنا قناتين، قناة مودي قلب دودي وقناة أنا مودي مامتي دودي. أتمنى الاشتراك في القناتين وتفعيل الجرس بعد إذن حضراتكم. ويلا بينا عشان نوصل قناتنا الأولى مودي قلب دودي ل50 أخ وأخت، طبعا بفضلكم يا جمهور مودي قلب دودي. هنا احنا ماشيين، كنا خارجين في الطريق من المنصورة لدمياط. طبعا زي ما حضراتكم شايفين مودي والأسرة الكريمة معايا، طبعا أنا طبعا احنا كنا خارجين كلنا بلبس بيتي يعني، لأن اوريدي معانا العربية. فالمصيف بالذات أنا بخرج عندنا من البيت بالبيجامة، أقعد في العربية، ومودي أيضا بلبسه أي ترنج من عنده أو أي حاجة بيتي، لحد ما نروح أشوف هينزل إيه يعني أشوف هنزله بإيه في البحر وتمام. فطبعا هنا أنا كنت خارجة ببيجامة عادية خالص أول يوم، وطبعا مودي كنت ملبساه طقم برمودا. وخلاص كده احنا في الطريق للمصيف رأس البر بمدينة دمياط. فهنا بوريكم الأجواء في الطريق. كنا قافلين طبعا ومشغلين تكييف العربية عشان الجو حر الصبح. كنا خارجين حوالي الساعة 9:30 كده أو 10، لا مش 9:30 تقريبا من البيت على ما أتذكر يعني. خارجين قبل 10، حوالي 9:30 في الحدود دي. وهنا حبيت أصور لكم الأجواء الخضراء الجميلة وإحنا ماشيين على الطرق. هنا تقريبا كنا لسه في حيز محافظة الدقهلية، ما كناش لسه خرجنا يعني ما كناش لسه وصلنا لمحافظة دمياط. فكنت بتفرج هنا على الأشجار وبفرج مودي على الأشجار. وطبعا مودي في الطريق بعد شوية صغيرين كده هتشوفوا هيقول لي عايز انام، فما قدرش يكمل الطريق كله لان الليله اللي قبلها طبعا هنا كنا وصلنا لكفر سعد اهو. الليله اللي قبلها كان مودي ما نامش عشان كان فرحان جدا ان هو رايح المصيف. فطبعا كان هنا بقى مودي نايم، يعني مودي خلاص كان بيدخل في النوم. هنا اللي هو مركز نقطة التفتيش بتاعة كفر سعد. يعني كنا قربنا نوصل. هنا كنا وصلنا لميناء دمياط امام حضراتكم اهو، صورته لكم. وهنا كان مودي نايم خلاص، وبابايا ومامتي. كان في المنطقة هنا اخشاب كتيرة كده كنت بتفرج عليها، لان طبعا دمياط مشهورة بالاخشاب. فكان في مناظر طبيعية جميلة جدا ومناظر حلوة جدا في الطريق، هايلة. طبعا دلوقتي حاليا هنشوف النخيل، بدأ النخيل يزهر. النخيل ده ما شاء الله اللهم بارك، يعني لا يعد ولا يحصى، يعني كم مهول. ده كان ميناء دمياط من الناحية التانية بصوره لحضراتكم. وهنا النخيل، دخلنا بقى على الأراضي المليانة يعني الممتلئة بالنخيل. حبيت كده يعني أوريكم الأجواء وإحنا ماشيين ودردش مع حضراتكم شوية. واللي وصل لهنا طبعا ما تنسوش تصلوا على النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وكومنت حلو زي قلوبكم لمودي قلب دودي. شوفوا النخيل يا شباب، الله روعة، حاجة كده فوق الوصف. أنا من عشاق المناظر الطبيعية. وطبعا كنت مجهزة معاكم في الفيديو اللي قبليه التجهيزات الخاصة بالمصيف، فاللي عايز يشوفها طبعا يروح للفيديو السابق اللي قبل الفيديو ده.
هنا كنا داخلين خلاص على مدينة رأس البر. طبعا دي البوابة بتاعتها، كان في بوابتين، احنا رايحين من مدينة المنصورة لمدينة رأس البر. طبعا قابلنا في الطريق كامل مكمل بوابة واحدة في منتصف الطريق دفعنا فيها 10 جنيه، والبوابة التانية اللي هي بوابة مدينة رأس البر الأساسية برضو بندفع فيها 10 جنيه. يعني حاجة سهلة، مش حاجة كتيرة يعني. هنا كنا وصلنا، وهنا كنت بصحي مودي وقلت له يلا يا مودي، عشان كان قال لي لما نوصل يا ماما صحيني، عشان ايه؟ كان فرحان يعني زي اي طفل صغير. فقلت له يلا يا مودي يا مدمودي قوم من النوم، احنا وصلنا المصيف. وبكده وصلنا بالسلامة لمدينة رأس البر بدمياط، بمحافظة دمياط. طبعا احنا قعدنا هناك عدد من الأيام. أنا طبعا صورت حوالي يعني أول يومين 3 فقط من التصوير، بعد كده الأيام الباقية ما صورتهاش. أنا بس حبيت أوريكم فلوجات كده من رحلتنا. وطبعا ما منتجتش غير لما يعني المونتاج بتاع الفيديو أجلته خالص لحد ما وصلنا بيتنا بالسلامة، وارتحت لي كمان يومين 3 كده. خلاص شفتوا الدولفين كده، كنا خلاص في المدينة نفسها. وبعد ما ارتحت يومين 3 خلاص بدأت بقى طبعا أمنتج لحضراتكم الفيديوهات. فبإذن الله هنزل لكم كده فلوج الأول يوم وتاني يوم، أو احتمال أول يوم وتاني يوم وتالت يوم على حسب ما أشوف إن شاء الله هنزل لحضراتكم إيه، لأن في عندي كم فيديوهات أكيد مش هقدر أنزلها في القناة، لأن أكيد دي خاصة بالأسرة يعني، يعني لابسين مثلا لبس معين، موجودين في البحر بطريقة معينة. أكيد في حاجات خاصة بعيدا عن السوشيال ميديا. فالحاجات اللي هقدر أعرضها على السوشيال ميديا تمام أوكي، اللي مش هقدر خلاص بحتفظ بيه أكيد لذكريات لمودي قلبي دودي. هنا خلاص كنا رايحين طبعا الشقة، كنا قربنا يعني الشقة خلاص، ده ما فيش يعني كان يعتبر دقايق ونكون في الشقة. طبعا كان يوم تحفة وكانت أيام روعة. واحنا كنا طبعا في المصيف من تقريبا من حاجة من يوم 21/6 أو 22/6 في الحدود دي. فكانت الشقق رخيصة، ما كانتش لسه غليت قوي. طبعا الشقق زي ما حضراتكم عارفين بتغلى في المصايف بعد امتحانات الثانوية العامة، يعني بعد يعني من مثلا من بداية شهر 7 أو بعد الأسبوع الأول في شهر 7 تبدأ بقى خلاص الشقة مثلا اللي هي وليكن اليوم ب1000 هتبقى ب2000، هتبقى ب1500 وهكذا. فالشقة اللي احنا كنا أخدينها كنا أخدين اليوم على 1000 جنيه. فطبعا اللي بياخد 3 أيام بياخد 3000، 7 ب7000، 10 ب10000 وهكذا. الشقة بقى اللي احنا كنا أخدينها دي كانت ب1000 جنيه في من يوم 21/6 لأول 7، من بداية 7 بقت ب1500 لليلة. وفي شقق طبعا أغلى، وفي شقق أرخص، وفي فنادق، فاللي حضراتكم تحبوه. احنا كنا واخدين شقة يعني كاملة متكاملة عشان يعني تكفينا. وطبعا احنا بنحب الحاجة الواسعة، يعني منحبش ناخد أوضة معينة في أوتيل وكده، لأ، هو تكون شقة واسعة وكاملة بإمكانياتها، من واي فاي لتلاجة لبوتاجاز. طبعا احنا ما استخدمناش أي حاجة خالص في الشقة غير التلاجة بس للأكل، لكن البوتاجاز أكيد طبعا ما استخدمناهوش نهائي. كنا بنجيب كل حاجة جاهزة من بره، لأن احنا رايحين فسحة يعني مش رايحين نطبخ وكلام من ده. لكن كنت بعمل الشاي بس بالكتل، كنت اخده الكتل الصغير بتاعي معايا، والقهوة كنت بشتريها من على البلاج واحنا قاعدين. فهنا خلاص وصلنا لمدينة رأس البر العظيمة. وهنا بابايا اهو طبعا
مشرف ومنور، وأول ظهور لمامتي وبابايا في قناة مودي البدودي. دي الشنط، دي كانت شنطة ملابس مودي أنا وهو يعني، وفي شنط تانية كمان مع مامتي، ملابس بابايا ومامتي والأكل وكلام من ده. طبعا الأكل ما خدناش أي حاجة معانا غير التجهيزات اللي كنت مجهزاها مع حضراتكم، يعني سندوتشات تكفينا في الأول. كنت واخدة نص جبنة رومي، ربع وربع كده. لكن كنا اخدين برضو بطيخ معانا وتفاح، لكن الغدا وكده كله شاريينه جاهز من هناك. فطبعا هتشوفوا كل حاجة معايا بالتفصيل. دي الشقة كنت بفرجكم عليها، المطبخ والحمام. طبعا ده مودي قلب دودي، روح القلب ونني والحب وكمني احبه يطمني، يا ناس وناس وناسه كوتي كوتي يا خلاصه. مودي كان اختار الأوضة دي أول ما دخلناها، لكن لقينا الأوضة دي جوه شوية. فبابايا قال لي طب انتوا هتقعدوا جوه ليه، طب ما تيجوا بره على البحري. فطبعا خرجنا، بابايا ومامتي اخدوا اوضه بحري، واحنا برضو اخدنا اوضه بحري. والاوضه التانية سيبناها، ما كانش حد بيستخدمها لان احنا كنا يعني عائله صغيره. فهنا كان مودي، كنت بنقل الحاجه خلاص. الاوضه اللي احنا كنا اخترناها دي كانت من الداخل، هنا فتحت النور بوريها لكم. لكن هنقل الحاجه دلوقتي واروح الاوضه اللي هي بحري. الكوتشي بتاعي، وانا ما كنتش نمت طبعا، كنت مطبقه يومين فكنت ببص لنفسي. شوفوا شكلي عامل ازاي، كنت مطبقه يومين قبلها. طبعا هنا كنا وصلنا وحضرنا حاجاتنا يعني، وجهزنا حاجاتنا، حطيناها في الدواليب اللي في الاوض، وقعدنا بره. بابايا قعد بره خلاص، ومامتي قعدت، وانا كنت بتجول كده في البلكونه. اللي كان قدامنا ده كان فندق، يعني فندق كبير جدا. كان اسمه، مش فاكره كان اسمه فندق ايه، بس كان احنا قاعدين في مكان حوالينا الثلاث فنادق. ده كده فندق، وده اللي هناك ده كمان فندق، واللي قصادنا الناحية التانية فندق. ودي مامتي، أول ظهور لمامتي في قناة مودي قلبي دودي، منورة ومشرفة. حبيبة قلبي. طبعا بابايا ظهر قبل كده يوم تجهيز يوم تجهيزات عيد ميلاد مودي، لكن دي تاني مرة يظهر في القناة. وده مودي قلبي دودي، كان عايز ينزل البحر، فدخل قلع هدومه وقعد بالشورت والفانيلا، وقال لي هاتي كيس شيبسي. طبعا قعد ياكل كيس الشيبسي بتاعه الاول، وبعد كده كان طالب ينزل البحر. فاحنا قلنا بس احنا نرتاح شوية وبعد كده نروح على البحر. كنا واصلين قبل الساعة 12، يعني ما اخدناش وقت في الطريق خالص. احنا كنا يعني قبل 12 بكتير، ممكن واصلين 11 وربع، 11 ونص في الحدود دي. وهنا كنت انا باكل بفطر. شوفوا عيوني كانت عاملة ازاي. طبعا كنت متبهدله خالص، 48 ساعه قبلها ما نمتش، وانا كنت فاكره ان لما اروح هناك هرتاح بقى وهنام. لا، بابايا ومامتي نازلين اهو، مودي ماشي سابقنا على البحر. طالعين للبحر خلاص. فانا كنت فاكره ان هروح هنام هرتاح، ما نمتش. فجيت لاواخر الايام هناك، طبعا كان انفجارات في دماغي رهيبه، صداع رهيب. كنت اخدت مسكن عشان اقاوم، لان مش عارفه هناك انام خالص. بنسهر لحد الفجر بره على اللسان وفي المطاعم، وبنتمشى وبنشتري حاجات، ونيجي الصبح. مودي بيصحى من الساعة 9 10 يصحيني، يقولي لا قومي ننزل المية. فكان بهدلة، ما بلحقش انام ساعتين في اليوم او 3. هنا كان اول ظهور هنا بلاج رأس البر، طبعا كان اول يوم. ومودي كان فرحان بيجري قدامي بالعوامة، ما كانش عاجبه العوامة دي، كان عايز عوامة بطة. قلت له خلاص لما نوصل على البلاج هجيب لك عوامة بطة كمان، لان العوامة دي كنت انا جايباها له، شاريها له من المنصورة ب65 جنيه. لكن ما لقيتلوش عوامة بطة، كان عايز شكل البطة، فما لقيتلوش في مدينة المنصورة نفسها. لقيت له من دي، فجبت له دي ب65 جنيه. والوقتي واحنا قاعدين هجيب لمودي عوامة بطة. هتشوفوا مع ايه يا روحي، يلا انا تعالى عايزه افهم في الفيديو. تعالى اتفرج يلا عشان احنا بنمنتج.
حاسب. ماما بتصور. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا كنا وصلنا البحر. فايه استنيت عوامة جديدة. ده اول حاجه مودي اشترى الاول جدا. الجردل. اروح اجيب حب. لا خلاص، ما هم شايفينه هنا، احنا بنسجل صوت بس بنمنتج الصوت. امام دي لسه ما اترفعتش لفوق. سيبها الوقت. وده البحر. طبعا كان مودي عايز يشتري ادوات البحر فجبت له الجردل. كنا جبناه بحوالي كام، مش فاكر، 85 جنيه تقريبا. ما نفسي ما كنتش سامع المجن بيقول تمنه ايه. 85 جنيه، كان بيقول 110 باين، جبته ب85 جنيه بالادوات بقى بتاعته اللي هي الابريق والحاجات دي والحفار والمعلقه. وهنا كنا اخدنا شمسيه ومودي اهو، بابايا ومامتي. ومودي كان خايف من الميه والبحر في الاول، كان الموج عالي. كان الموج عالي. بيقولك في بحر مفيهوش موج. مودي اهو يا صحابي وماما دودو. بيقولك في بحر مفيهوش موج. لا، هو البحار دي فيها امواج لانها بحار مالحه. حطب. والشبشب بتاعي كنت قلعته علشان ننزل البحر انا ومودي. مودي طبعا كان خايف ينزل الميه، قال لي لا نلعب بالجردل ادوات البحر، فانا كنت بفكها له هنا عشان يلعب بيها شويه. وطبعا ما تنسوش تصلوا على مين؟ النبي. على النبي يا محمد. صوان تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما تنسوش تعملوا لايك. لايك لقناة مين؟ كماني. نقول لهم الأول لايك لقناة مين؟ مودي. لقناة مودي البدودي. يلا كمل. طبعا هنا كان مودي خلاص بيلعب بالجردل أدوات البحر والنيح في الرملة. ما هو يا مودي. هو في. وده الناس. ودي الحاجة اللي كانت قدامنا. كنا اشترينا حاجات كتير طبعا، ما صورتش كل حاجة، في حاجات قدرت تصورها وحاجات لأ. وهنا كنت بشجع مودي بعد ما لعب شوية ان احنا ننزل البحر، وكان خايف. فيلا يا مودي ننزل البحر، يقول لي انا خايف. يلا يا مودي، يقول لي انا خايف. وطبعا لبس العوامة اهي بتاعته. هنا كان شاف مين؟ دودو. دودو القردة. الإندان. القرد الصغنن دودو. هنا كان مودي لمح القردة دودو الصغننة، صاحبها مسميها دودو. فانا كنت وعداه، قلت له يا مودي هصورك مع النسناس. ما كانش مصدق ان النسناس حقيقي في البحر عند البحر. فقلت له لا، لما نروح هناك هصورك مع مين؟ مع النسناس. وهنا طبعا صورته واخدت له كذا صورة حلوة، خدت له 8 صور. وطبعا في منتصف النهار كنت قاعدة زهقانة حرانة حمام قحطانة. ايوه ده ايه؟ ودي مامتي. كان مودي بيشتري فريسكا، كان بابا بيجيب لك. مودي قال لباباه محمد هات لي ايه؟ فريسكا. قال له بالعسل ولا النوتيلا؟ قلت له ايه؟ بالعسل. بالعسل يا عسل يا عسل نح. يا عسل. هنا كنت باكل لب يا عسل نحن يا منحي. ايوه بقى. وهنا بابايا كان غير هدومه ولبس شورت وايه وفي اهو، هتشوف اهو. وهي وهنا طبعا كنا بنجيب لمودي البطه. الصمت راحوا ضيق يا دعاء. استنى يا مودي. هنا كنا بنجيب لمودي البطه. البطه البطة بتعوم في منتصف والنبي لهقطك قطه. هنا كان مودي فرحان بالبطه البطوطه العوامه، بطوطه الاجمل. هو احنا حطوها فوق الدولاب. ايوه احنا عيناها بقى للسنه الجايه لما نروح تاني. طبعا كان ساب العوامه الاولانيه التانية اللي لونها لبني جنب باباه، واخد البطه ونزل ايه البحر. ونزل البحر. بصي قاعده خلاص. بصي قاعد انقص بها ازاي. ايوه بقى ارقصي براحتك يا لزليزو. طبعا دي حاجات يعني خفيفه قوي من الاجواء اللي احنا عشناها هنا. بابايا كان دخل جوه عشان يعوم شويه، بيعرف يعوم. وكان طالع اهو من البحر، كان لابس تي شيرت وشورت
طقم كده بحر على ما بعضه. تقوليش بقى لو ابوكي سمعك هيقول لا ما عادي، عدناش هنروح البحر. لا عادي، هو قايل لي عادي، ما هو في الكاميرا هو هيشوف نفسه ويتفرج على نفسه. ولا انا عايز، هو انا مش صاحي. النهارده يا بابا جماعة اهو، بابا اهو. اهو، بابا اهو، مودي اهو. ومين اللي جنبي دي؟ ده حمزة، حمزة. حمزة. حمزة حمزاوي، حمزاوي وده الواد حمزاوي الصغنن. يا حمزاوي، وحمزاوي ده بهدلني في المية. قعد يعيط ويمسك وخد الألعاب معاه جوه. كل شوية يعيط. ايه يا حمزاوي، ما تخافش يا ايه حمزاوي، حمزاوي بنزاوي. ما تخافش يا حمزة من المية يا حمزة. هنا مودي وحمزة طبعا قضوا أول يوم كامل مكمل مع بعض. وده المجن ده بتاع بطاطا كنت وبتاع بس. البطاطا طبعا مودي اشترى منه بطاطا، صح؟ ومين أكلها؟ انتي. أيوة، مودي أكل حتة صغيرة، قعد يقول لي لا ما بحبهاش. قمت أنا قعدت بقى طبعا ايه، أكلت برضو حتة وعنا الباقي لما روحنا الشقة، لأن كان كتير. وهنا كنا جبنا ترمس برضو وبناكل. وهنا نزلنا البحر أنا ومودي. كان مودي اتجرأ شوية على المية، بس كان لسه خايف شوية، صغننين، صح يا مودي؟ مين فسحك؟ انتي. مين دلعك؟ انتي. مين قلب ماما؟ انتي. هاتي بوس يا بت، هاتي حتة يا بت، قلب الأم يا ناس. يلا كمل. وهنا ماما دودو اهي كانت بتقول له تعالى يا مودي، ما تخافش يا مودي، وبتضحك على مودي عشان خايف. وانا قاعده في الميه بطمنه اهو، يلا يا مودي، ومودي جاي ورايا وطلعت اجري اجري اجري. يلا ويقول لي لا ما تدخليش جوه يا ماما، كان خايف على مامته. وانا كده راجعه تاني اجيب مودي اهو، بشاور له بقول له تعالى يا مودي يلا العب مع ماما دودو في البحر الجميل. طبعا بابايا اللي كان بيصورني، يعني يعتبر بابايا هو اللي كان الفوتو سيشن في اليوم ده. اللي كان مصوراتي. هنا اخدت مودي وكان خايف يلمس المية فاخدته وشايلاه. روح القلب والنني يا ناس. بس هدومك اتبدلت. وانت هدومك مع كوكا رملة اهي من الرمل اللي بره، وانت كنت قاعد تلعب مع حمزاوي. مع حمزاوي. وهنا مودي كان قاعد جنب باباه حبيبه، صح يا مودية؟ وده ودي ماما دودو، قلب الام، قلب الام. يلا بقى. وطبعا احنا خلاص كنا اول يوم يعتبر خلصنا، وكنا طبعا جوعنا، فقلنا خلاص نروح عشان نشتري ايه الغدا. فهنا مامتي بتعمل حاجه في العربيه وبابايا، واحنا كنا غلطنا غلطه عمرنا ان احنا اخدنا العربيه على البحر، لان طبعا العربيه اتبلت ميه مننا واحنا خارجين. كان بابايا نزل البحر وانا نزلت ومودي نزل، كان هدومنا كلها ميه، فركبنا في العربيه طبعا وهي هدومنا مبتله ميه. وروحنا واخدنا شاور وقعدنا شويه ونزلنا السوق. طبعا كنا نزلنا السوق اهو، كنا حوالي قرب المغرب كده، بعد ما اخدنا شاور وغيرنا هدومنا ورحنا اشترينا الاكل. وهنا بابا بيفتح ايه الاكل. اول يوم وانا كنت نايم. مودي كان دخل ينام وقال عينولي الاكل بتاعي لما اقوم من النوم. وطبعا اول الاكل ده كان ب1200 جنيه. الاول غدوة دي كانت ب1200 جنيه، كان عبارة عن الجمبري وصبيط. وطبعا اتمنى لكم التوفيق، ما تنسوش لايك، ما تنسوش كومنت حلو زي قلوبكم، ما تنسوش اشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة خلصت الله كده. وبركاته.